السلام عليكم. قصنا ديال اليوم غادي نهضروا على الحريق. ولا سمعتوا الحريق غيبان لكم الحريق من المغرب لاسبانيا. لا، قصنا ديال اليوم غريبه. هادو اللي حرقوا من المغرب الميريكان وبفلوكه عاديه بلا ماطر، غير بالشراع والمجادف. مغامره ديال بصح. واجي تسمع المغامره ديالهم. كان واحد السيد جا بغا يدير واحد المغامره من هنا من الصويره، وانايا ضربتني النفس. تعرضوا ليه وقالوا لي اودي ما يمكنش دير مغامره، وانا نقصت قلت لهم لا يديرها، يقدر يديرها، خصكم تعاونوا معاه. كما كنعاود ليك، هاد السيد ما خداش حقه، واخا كاع داكشي عانى وقاسى، ولكن ما خداش الحق ديالو، حيت هاد الشيء اللي دار تحت ما يقدر يديرو وتحت ما دارو من بعدو. قصنا ديال اليوم جمعات بين جوج اشخاص، جمعات بيناتهم الصدفه وصدفه مش صدفه. وهاد القصه هذه وقعت، كنحلف لكم كون كانت في شي بلاد اخرى كنت دارت فيلم. رحله 6000 كيلومتر في باطو ديال 5 بيترو، غير بالشراع والجدافات. قصنا تبدا مع واحد الشخص سميتو فوزي. هذا فوزي المهنه ديالو بناي، كان ساكن في كازا. واحد النهار جلس مع راساتو وجاه الطموح، بغا يحسن من الدخل ديالو. قال علاش ما نحركش الميريكان ونخدم ونجمع الفلوس. فعلا جمع شويه ديال الفلوس، وكان قال انه يمشي قانوني. مشى للصويره وجمع الفلوس، جا عند المسؤولين وقال لهم بغيت رخصه ديال فلوكه باش نمشي بها من الصويره للميريكان. بقاو يضحكوا عليه كاملين الناس اللي في هذيك القاعه. قال لي بحال هاد الرخص حنا ما تنعطيوهمش. قال لي انا نقدر نديرها، انا نقدر نمشي ونديرها. قال لي لا، حنا ما غاديش نعطيوك هاد الرخصه هادي حيت ما تنعطيوهاش. العربي كان جالس معاهم في القاعه تيقول لهم يقدر يديرها، كان تيدافع عليه. قال لهم يقدر يديرها، لا يديرها، يقدر يديرها، خصكم تعاونوا معاه. ويقولوا ليه خرج لنا من القاعه، ما عطيوك لا رخصه لا والو. وفعلا خرجوا من القاعه وما عطاوش الرخصه. لقيت هو كان تيدافع عليه، دارت ليه تا هو في الفكره في راسو عجباتو. من واحد كان تيدافع على الفكره حتى هو غادي يدخل في الفكره. جلسوا وياه في قهوه وتناقشوا وشرح ليه الفكره. قال ليه نصابوا فلوكه ونقطعوا ديك 6000 كيلومتر من هنا من الصويره الميريكان. العربي عجباتو الفكره ويقول لي بلاتي عليا نمشي نتشاور مع الحكومه ديالي اللي في الدار، مرات الدار، ونرد عليك. وفعلا تشاور مع مرات الدار ورد عليه وقال ليه انا معك، ولكن كاين واحد العائق. قال لي ما هو؟ قال لي العائق اللي كاين انا ما عنديش الفلوس. فوزي قال لي ماشي مشكل، ضرب كلشي على حسابي. فوزي رجع لكازا، جمع شويه ديال الفلوس مزيان ورجع للصويره. رجع عند العربي قال لي ها الفلوس، دابا شنو نديرو؟ واش الفلوس كنشريوها ولا غنصاوبوها؟ ويقول لي العربي هدا دابا انا اللي غنتكلف. فعلا العربي مشى عند النجار، صابوا الفلوكه وجدوها، ودابا خصهم غير النهار اللي غادي يخرجوا فيه. النهار اللي غادي يخرجوا فيه خصها تكون الدنيا، يكون البحر هادي والناس ديال الحدود يكونوا قلال باش يسهل عليهم يخرجوا. اتفقوا على نهار، مشاو للمارشي، تقداو داكشي اللي خصهم، شراو خضيرات ديال الطريق وجاو الصنارات وداكشي والطعم. الدنيا والزمان ربنا تقاد عليهم الماكله، بقاو باش يديبانيو راسهم. جمعوا كلشي وشدوا الطريق، ويا ريت ما شدوش الطريق. المهم شدوا الطريق نحو ميريكان. هما غاديين في الطريق، يلا غاديين في الاول. العربي هو اللي كان صايب بحكم انه هو بحار. فوزي ما بينه وبين يعني البحريه والو ما تيعرفش. من جات نوبته قال لي شد، قال لي انا ما تنعرفش. قال لي هو انت يا ما تتعرفش وجيتي زاعم وباغي دير رخصه وباغي تحرق وباغي هذا وانت ما تعرفش كاع تسوق، دي كاع زعما فيك. المهم
كما تيعاود العربي فوزي راسو خفيف، دغيا علمو دغيا تعلم صافي، لا هو تيسوق ولا الامور مزيان، بقاو غاديين والايام تديك على الايام والايام وباقي ما بغات تبان لهم والو. المناسلات ليهم وبدا تيصيدوا، تيقلبوا باش يصيدوا ديباناو بقى لهم شي كاشير بحال هكا داروه طعم، هو صيدوا به وجاب الله التيسير وصيدوا الحوت. جاي طيبوا لقاو البوطاسالات، راه شنو غنديروا نحطوا الحوت فوق الباطو نخليوه تينشف وناكلوه. المهم نلقاو باش نديبانيو ونعتقوا الروح، ومن زهرهم صبات الشتا عمرو داكشي اللي عندهم بالماء، وهنا جاتهم الامال انهم يزيدوا يقاموا باش يمشيو. تيعاود عربي انهم الكمايه ديالهم تقادات ولاو تيديبانيو باتاي، تيشدوا اتاي وتيديروه فريقات وتيكميوه وعجبهم الحال. المهم ديبانين ومقاتلين، وهما غاديين في الطريق تتبان لهم واحد شي حاجه كحله من البعيد، قال لي يمكن هادي وصلنا. وملي تيقربوا هي تكون واحد العاصفه كبيره ضرباتهم، ولكن ربي نجاهم. العربي تحمس ولا محمس من بعد ما كان خايف وبغى يتراجع داكشي، ولا محمس قال ليه منين جينا من هاد العاصفه هادي ان شاء الله راه غادي نوصلوا. وبقاو غاديين وزادوا ايام تديك على ايام ومازال ايام طوالت، ما بقاوش عارفين كاع الايام تخلطوا ليهم. شويه تبان لهم اليابسه من البعيد، الاول ما تيقوش وبداو تيقربوا حتى لقاوها اليابسه. لقاوها ما جاوش في الميريكان، ولكن جاو في التحت ديال الميريكان في واحد المدينه تابعه للميريكان بعيده على الميريكان. وديك المدينه لحسن الحظ ديالهم تتهضر بالسكان ديالها تيهضروا بالفرنسي، هنا سهل عليهم التواصل معهم. هبطوا داووهم وحسنوا الاستقبال ديالهم داكشي، وعاودوا لهم قالوا منين جيتوا؟ قال لهم حنا راه جينا من المغرب لهنا. في الاول ما تيقوهمش، ولكن ملي شافوا المعدات والفلوكه وداكشي تيقوهم. ملي قال لهم شحال حنا الى نهار هذا؟ قال لهم ها النهار الفلاني، يعني لقاو راسهم فاتوا ديك 30 يوم اللي كانوا دايرين في بالهم. صافي عاشوا تمايا وبداو خدامين. العربي خدام في المجال ديالو في البحريه، والاخر بقى خدام في البني تاع بنات وخدام، الامور غادا مزيان. فوزي بقى في تاع بنات. العربي توحش العائله ديالو، ما قدرش يصبر، مشى لاقرب سفاره تما ديال المغرب، عاود لهم لافير، صابوا ليه اوراق مؤقتين ورحلوه للمغرب. كان تيتسنى انه غير غيوصل للمغرب غادي يستقبلوه كما استقبلوه في هذيك يعني في هذيك المدينه، الترحاب داكشي على المجهود اللي دار وداك المغامره اللي دار. الساعه استقبلوه البوليس المغربي وتشد بتهمه الحريق وتحكم عليه 3 سنين ونص. وفوزي بقى عايش في ميريكان، عايش في هذيك المدينه خدام على راسو بخير هو هذاك. والعربي تنادم مع الحال، ندم على جا وصدق ما دار والو. وهكذا تكون سالات القصه ديالنا. نتمنى تكون نال الاعجاب ديالكم وتسناونا في قصه اخرى ان شاء الله. بيس لكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.